النهارده يا شباب هكلمكم على تأشيرة شنجن لدولة يمكن كتير ما اتكلمش عن البلد ديت، والبلد ديت انضمت لمنطقة الشنجن سنة 2007. وبرضه تأشيرة البلد ديت يا جماعة بتساعدك ان انت تقدر تدخل 27 دولة أوروبية وتتنقل ما بين أي دولة أوروبية بالتأشيرة بتاعتها. وزي ما قلنا يا جماعة البلد ديت كتير ما اتكلموش عنها رغم ان هي دولة من دول الشنجن، وتعتبر فرصة ليك ان انت تقدر تقدم على تأشيرة البلد ديت واوراقها يا جماعه تقدر تجهزها بنفسك. هنعرف طبعا كل التفاصيل ديت، بس لو انت اول مره تشوفنا وحابب تكون معانا في قلب القناه يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنه وانتم طيبين. زي ما قلنا يا جماعه احنا النهارده هنتكلم عن تاشيره دوله شنجن كتير ما اتكلمش عنها، او كتير طبعا ما يسمعش عن البلد ديت، وهي تاشيره سلوفاكيا يا جماعه. يمكن اتكلمنا قبل كده عن تاشيره سلوفينيا. سلوفينيا يا جماعة وسلوفاكيا كانت طبعا ضمن دولة معروفة تشيكوسلوفاكيا، وطبعا البلد دي اتفكت في فترة من تشيك لسلوفانيا لسلوفاكيا. فاحنا حابين النهارده نتكلم عن سلوفاكيا بالتحديد. فتأشيرة سلوفاكيا يا جماعة تقدر تساعدك ان انت تقدر تدخل بيها اي دولة اوروبية، لانها هي دولة من دول الشنجن سنة 2007. وثمن التأشيرة بتاع سلوفاكيا برضه هي 80 يورو، وبتسمح لك التأشيرة ان انت تقعد 90 يوم هناك في قلب البلد. وطبعا مدة المعالجة بتاعتها في خلال 15 يوم، وبالكتير لو اتأخرت بتكون 30 يوم. وتقدر تجهز طبعا أوراق التأشيرة الخاصة بالبلد ديت اللي هي تأشيرة الشنجن بنفسك، عشان الناس برضو ما تقلقش، أوراقها مش صعبة وسهلة وبسيطة، وبتقدم عادي في مراكز التقديم اللي هي VFS جلوبال أو TLS كونتاكت حسب المكتب الموجود في قلب بلدك، لأن طبعا هي ما فيهاش مقابلة. فأنت عشان طبعا تقدم على التأشيرة ديت لازم يكون في شوية أوراق هنتكلم عنها دلوقتي. الأوراق ديت يا جماعة بالتفصيل أنت عادي بتحمل الأبليكيشن الخاص بتأشيرة شنجن سلوفاكيا، بعد كده أنت بتملاه بتوقعه وبيطلب منك بعد كده اللي هي شوية أوراق زي جواز سفر ساري، وطبعا جواز سفر ساري يكون فيه على الأقل 6 شهور. تاني حاجة صور شخصية طبعا بخلفية بيضاء وتكون حديثة، يعني ما يكونش عدى على الصور 6 شهور يا جماعة، تكون لسه جديدة. بعد كده التأمين الصحي، والتأمين الصحي المعروف اللي احنا عارفينه باسم 30,000 يورو دوت بتعمله زي ما احنا فاهمين في أي طبعا شركة تأمين. لو انت مش تعرف تعمله انت بتروح شركة سياحة بتعمله لك وبتاخد العمولة بتاعتها. بعد كده انت بتعمل حجز فندق. الحجز الفندق دوت من على موقع booking.com تقدر تعمله برضه بنفسك سهل جدا. برضه ممكن ان انت تعمل تذاكر الطيران، لان الطلب منك تذاكر طيران اللي هي الذهاب والعودة. والعودة طبعا تكون بعد مدة الأجازة مش بعد مدة التأشيرة، لأن في ناس بتعمل العودة بعد 90 يوم. لا يا جماعة، أنت طالع أجازة 10 أيام تعمل العودة بتاعتك بعد 10 أيام، طالع الأجازة 7 أيام تعمل العودة بتاعتك بعد 7 أيام، عشان يبقى ورقك مقنع قدام القنصل أو في قلب السفارة. بعد كده أنت بتجهز برضو شوية أوراق زي لو أنت موظف. لو أنت موظف بتقدم طبعا خطاب اللي هو الHR، بتجيبه من الشركة بتاعتك في اسم الشركة ورقم من الشركة ورقم تليفون الشركة. ديت حاجة برضو مفردات المرتب برضو بتاعتك الخاصة بالراتب بتاعك الشهري اللي انت بتاخده. برضو لو انت مثلا صاحب عمل، صاحب العمل بتقدم بيه الرخصة التجارية او هو السجل التجاري والبطاقة الضريبية. حسابك البنكي هنا يا جماعة بيتقدم لآخر 6 شهور، هيطلب منك كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. وطبعا احنا عارفين كشف الحساب البنكي للتأشيرة الشنجن لازم يكون عليه حركة إيداع وسحب، وتوفر فيه خلال فترة 6 شهور. بعد كده بتحط خطة سفر. خطة السفر ديت يا جماعة يعني انت هتروح فين بالظبط خلال مدة الأجازة اللي انت طالعها. فانت بتحدد مدة أجازة زي ما قلنا بتكون 7 أيام أو 10 أيام بالكتير. خلال ال7 أيام دول أو ال10 أيام انت بتحدد كل يوم هتروح فين بالظبط. بعد كده لو انت معاك شوية أوراق زي انت راجل متجوز بتقدم قسيمة الجواز بتاعتك، عندك أطفال بتقدم طبعا شهادة ميلاد الأطفال. كل الأوراق ديت بترفع نسبة قبولك أو بتدعم الورق، أو بتثبت لهم حسن نيتك ان انت فعلا ليك روابط في قلب البلد بتاعتك، وان انت هترجع تاني، يعني مش هتروح تكسر فيزا او تستغلها وتعدي على اي بلد اوروبي تانية عشان ان انت مثلا تستقر هناك. برضو لو انت عندك عقد املاك عادي بتقدمه. لو انت عندك تأشيرات قديمة يعني خرجت قبل كده سياحة لأي بلد تانية بتقدمها مع الملف
بتاعك. بعد كده بتدفع تمن التأشيرة اللي هو 80 يورو، بتستنى الرد لمدة 15 يوم يا جماعة. خطوات التقديم عشان الناس برضو بتسألنا، انت بتطلع عادي على مكتب VFS جلوبال او TLS كونتاكت حسب البلد اللي انت منها، وبتحجز ميعاد، وبعد كده بتملأ الطلب. بعد كده بيقول لك جهز لي الاوراق ديت، وبتروح تقدمها في الميعاد اللي انت حاجزه. بعد كده بتترجم الاوراق ديت للغة الانجليزية وبتقدمها في قلب المكتب. المكتب بدوره بياخد طبعا الاوراق ديت وبيطلع على السفارة، وبيجي لك الرد زي ما قلنا خلال 15 يوم. لو ورقك تمام ومظبوط بإذن الله يكون بالقبول. أما لو ورقك فيه حاجة ناقصة فهو طبعا هيضطر يتأخر لمدة 30 يوم، يعني هيجي لك رد بعد شهر. وطبعا التأشيرة ديت ما فيهاش مقابلة يا جماعة، وهي تأشيرة شنجن يمكن كتير ما بيتكلمش عنها، حبيت ان انا اوضحها لما عندي على القناة النهاردة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في اي استفسار يا جماعة يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.